انت كعميل لما تيجي تسألني وتقول لي انت بتاخد كوميشن كام من المطور، انا عاوز نصهم. انا في بروكر تاني عرض عليا انه يديني نص العمولة اللي اخدها من الديل. تخيل انت كعميل، انت اكيد ليك شغلانة، اذا كنت تاجر او طبيب او مهندس او مدرس او whatever انت بتشتغل ايه. تخيل انا بقول لك انا هشتغل معاك، او انا زبون دلوقتي عندك، او انا هشتري منك خدمة او اخد منك سلعة من اللي انت بتقدمهم، بس هاخد نص المرتب بتاعك. تخيل بس ان انا اعمل معاك كده، هتوافق اني اخد نص المرتب بتاعك؟ ده بالظبط اللي انت بتطلبه من البروكر عشان تقفل معاه ديل او عشان تشتري منه سلعه او خدمه. انا لما اخدت الكوميشن ده من الديفلوبر، اخدته عشان انا اديتك خدمه واديتك سلعه واخترت لك العقار المناسب ليك واللي على مقاسك واللي انت هترجع تبيعه وتكسب فيه، والارباح دي هتجيلك انت مش هتجيلي انا. ففي المقابل انا استاهل الكوميشن ده. البروكر اللي هيوافق انه يديك نص الكوميشن بتاعه ده بروكر ديسترس، ما عندوش اللي يديهولك، ما عندوش الخدمه اللي هيديها لك ما بعد البيع. البروكر ده بعد ما هتشتري منه هيقفل تليفونه ومش هتشوف وشه تاني. البروكر ده هدفه الوحيد انه يبيع لك البيعه ويهرب يختفي. فلما تيجي تختار بروكر، انت بتشتري البروكر ده، انت بتشتريه لما بعد البيعه، انت بتشتريه لحد يوم الاستلام. البروكر ده بيبقى بتاعك، لو حبيت تأجر هتلاقيه، لو حبيت ترجع تبيع هتلاقيه، على الاقل يا اخي لما يحصل حاجه في المشروع هتلاقي حد تلومه. فاهم عليا؟ لو عاوز تختار العقار الصح، لو عاوز تحط ايدك على الديل المظبوط اللي هتكسب وتربح منه، انسى موضوع الكيك باك وانسى موضوع الكوميشن بتاع البروكر ده. رزقه. البروكرز كلهم بيشتغلوا من غير راتب. الكوميشن اللي احنا بناخده من الديفلوبر ده حق البروكر، نظير تعبه ومجهوده. اتخيلها وقيسها على نفسك. لو محتاج عقار صح، لو محتاج استشاره صح، لو محتاج مساعدة أمينة وصح، سيب رقم تليفونك أو اتصل على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. مع السلامة.